احلى مبكبكه باللحمه. يا الله، بسم الله. بص على دي، بص على دي، بص بص. عايزين نكسب الصلاه على النبي ويلا بينا. مبدئيا من ناحيه اللحمه ممكن تستخدم لحمه ضاني او لحمه بقري. نقطع اللحمه مكعبات صغيره بالمنظر ده. هنقطع البصل والفلفل اي حجم مش مشكله عشان البصل كده كده هينهري. هنقطع كل فلفلايه قطعتين 2 فقط. هنروح للبوتاجاز بتاعنا، شويه زيت عادي مع شويه من زيت الزيتون. هننزل باللحمه بتاعتنا، نقلب في اللحمه لغايه ما تاخد اللون البني. هننزل على اللحمه بالورق اللوري، عود قرفه، نص معلقه ملح، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا، ربع معلقه من الكركم. نديها كام تقليبه وهننزل ب4 أو 5 معالق من الصلصه. شوح الصلصه او اسبكها في ركن الحله كده، وبعد كده اخلط اللحمه بالصلصه. دلوقتي هننزل بالبصل والفلفل. عصير 5 طماطمات. شو هذا الشكل الحلو. اي حاجه لازقه في الارضيه هنشيلها. زود اللحمه ميه، هنديها كام تقليبه، نغطي الحله بتاعتنا وهنسيبها على النار لمده ساعه. نوعين من المكرونه ناس بتستخدمهم في المبكبكه، حجم الصغير ده، في النوع اللي اكبر منه حاجه بسيطه. يا الله يا الله على الحلاوه، يا الله، بسم الله. نغطيها ونسيبها لغايه ما المكرونه تستوي. احلى مبكبكه باللحمه. المبكبكه لازم تكون سايله وهيصه وميصه بالمنظر الجامد ده. نرفعها من على النار. يا الله، بسم الله بسم الله، يا الله. احلى مبكبكه باللحمه. الحلاوه دي، الطعام دي. بص على دي، بص على دي، بص 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 بص. بص على جمال اللحمه، بص على ديابانها. شوية المكرونة عليهم حتة اللحمة. عايزك تقيم اللقمة دي كده من 10. جربوها جربوها، هتدعولي والله هتدعولي. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.